ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك بطاطستين وحبتين من البصل وربع كيلو من اللحمه المفرومه. تعالي اقولك النهارده هنعمل احلى غدا مع بعض. هيكفي عيله كامله، وكمان هنعمل صنفين من ربع اللحمه المفرومه دي بس. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي حبتين من البطاطس هبشرهم في المبشره اللي هي في الجنب اللي هو الناعم ده اهو، زي ما انتوا شايفين هبشر الاتنين كلهم. دي واحدة كانت كبيرة وواحدة صغيرة شوية. تقدري تبشري بطاطساية واحدة كبيرة او اتنين وسط، او زي ما انا عملت كده واحدة كبيرة واحدة صغيرة. هخلص بقى البشر اللي عندي واوريكم هعمل ايه. جبت مصفى سلك وهنزل عليها البطاطس اللي انا بشرتها، وهبتدي ان انا احاول اصفيها من المية، لان هي بيكون فيها مية كتير زي حبات زي يعني بشر البصل كده بالظبط. هبتدي ان انا اعصرها كده عصرة كويسة، وبعد كده هبتدي كمان ان انا ابشر البصل بتاعي. انا قصيت من الفيديو كتير يا بنات والله عشان خاطر ما اطولش عليكم. هبشر بقى كمان البصل واخلص البصل خالص واوريكم هعمل فيه ايه. برضو هبشر بصلتين، يعني الاتنين متوسطين كده قد بعض. تمام. يلا، هنا بشرت بقى البصل. هبتدي ان انا اجيب بولة اللي انا هعجن فيها اللحمة المفرومة، انزل فيها البطاطس اللي انا اصفيتها من المية بتاعتها، البطاطس المبشورة. وبعد كده هبتدي ان انا اصفي كمان البصل من المية بتاعته. عايزاه يبقى ناشف خالص كده ومفهوش مية عشان خاطر اللحمة ما تفكش معايا وهي بتتحمر او هي في الفرن. هصفي بقى البصل بتاعي كده كويس جدا، وبعد كده هنزل اللي هو التفل بتاع البصل دوت على بشر البطاطس. وعندي كده اتنين من الفلفل الاخضر ده بارد مش حامي يعني. هبتدي ان انا اقطعهم صغير خالص كده على البصل والبطاطس اللي عندي. طبعا الطريقة دي بتضاعف معاكي الكمية، وكمان بتحلي اللحمة المفرومة. ولو عندك عزومة وعايزة تعملي كمية كبيرة اعملي كده، ولو ما عندكيش الا ربع لحمة هتعملي عزومة حلوة جدا، ومش هيبان فيها طعم البطاطس خالص، ولا بيبان حتى بعد ما بتستوي البشر بتاع البطاطس. هبتدي ان انا اقطع قرنين الفلفل زي ما قلت لكم. وده الربع كيلو لحمة. هاخد كده تلات ارباعه واسيب الربع ده. هقول لكم هبقى اعمل بيه ايه. هعمل بيه وصفة تانية هتطلع كمان حلوة جدا وهتعجبكم. تقدري تعملي وصفة واحدة من الاتنين بالربع كيلو لحمة، او تقدري تعملي الوصفتين اللي انا هعملهم النهاردة. هنزل عليهم بقى بالملح بتاعي. وكمان الوصفتين دول يا بنات سهلين جدا ومش بياخدوا وقت. يعني تقدري تعمليهم بسرعة كده، ولو ولادك جعانين في اي وقت او حتى انت متأخرة على الفطار تقدري تعمليها على طول. حطيت بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة توم باودر، وكمان بصل باودر. وبعد كده هحط بقى آه، كمان معلقة كده صغيرة من دبس الرمان. ده دبس الرمان عندك متاح ممكن تحطيه، مش متاح ده اختياري عادي. ممكن كمان تحطي بضاية، او تحطي معلقة من البيكنج باودر. بس انا يعني مش هحط المكونات دي، هحط حاجة تانية عشان تخليها طرية كده من جوه وهشة وحلوة. هبتدي بقى ان انا ادوب اقلب كل المكونات مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده دي لقيت حتة بصل كبيرة فشلتها. وبعد كده هجيب بقى الكبة بتاعتي وهبتدي ان انا اديها ضربتين كده عشان تنعم، وتبقى الانسجة بتاعتها كده ناعمة وكل المكونات متداخلة مع بعض. هديها ضربتين في الكبة زي ما قلت لكم. طبعا اهم حاجة في الكفتة بتاعتك عشان خاطر تطلع معاكي ناجحة وتطلع طعمها حلو كده وطرية من جوه وما تكشش منك، ان انت تحطيها في التلاجة ان هي تتشمع بس ايه شوية كده. يعني انا ابتديت ان انا اعمل الكفتة اول حاجة عشان خاطر اقدر احطها في التلاجة لغاية لما اخلص بقية الاكل اللي انا هعمله. نزلت بقى الكفتة وهبتدي اخد الجزء اللي فاضل، وبرضو فرمته في الكبة. وبعد كده هنزل بيه على بقية الكفتة اللي معانا، ونشوف بعد كده هنعمل ايه تاني.
يا ريت يا بنات ما تبخلوش عليا بلايك وشير، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي الجرس. اللايك والله مش هيخسرك حاجه، بل بالعكس هيرفع الفيديو وهيشجعني كمان اني اكمل في الفيديوهات معاكم. دي ميه البصل والطماطم انا سبتها، ميه البصل حطيت عليها ميه البطاطس كمان، وبعد كده هسيبها عشان خاطر احطها على الكفتة على الوش. حطيت معلقتين كبار من البقسماط الناعم ونص معلقة صغيرة من الصلصة كده عشان خاطر تدي لون للكفتة. وحطيت معلقة زبادي، الزبادي دي احنا كنا عاملينها مع بعض، هي ديت بديلة البيضة او البيكنج باودر، بتديها طراوة كده وبتخلي الكفتة بتاعتك ناعمة كده من جوه وطعمها كمان حلو جدا. هبتدي بقى ان انا ادوب المكونات او اقلب المكونات كلها مع بعض كده لغاية لما تتجانس مع بعضها، وبعد كده هسيبها في التلاجة لغاية لما نخلص بقية الاكل. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا جبت بصلاية كبيرة فرمتها في الكبة وحطيت نصها في الحلة ديت، والنص التاني حطيته في الطاسة الصغيرة ديت عشان نعمل الوصفة التانية. الحلة دي هعمل فيها الصلصة اللي انا هستخدمها للوصفتين. وهنا في الطاسة ديت هبتدي ان انا اعمل اعصج بقية اللحمة اللي كانت موجودة معايا واللي انا سبتها من الربع كيلو. دي الطماطم انا كنت مفرزاها في التلاجة، هنزل بيها على البصل بعد ما دبل كده، وهسيبها لغاية لما تفك وتتسبك كده وتبقى حلوة زي الفل. هبتدي بقى ان انا اقلب البصل بتاعي، مش عايزاه يغير لونه، يعني عايزاه بس يبقى دبلان كده. وهبتدي ان انا احط بقية اللحمة المفرومة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو عشان اعمل الوصفة التانية. هعصج اللحمة عادي زي ما بنعصجها للمكرونة بالبشاميل او الرقاق. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. هحط بقى معلقة من الفلفل الاسمر صغيرة كده، كمان هحط رشة من الملح، وهعصج اللحمة بتاعتي كويس. وبعد كده هشيلها على جنب لغاية لما اشوف هعمل ايه تاني. يا دوبك بس بتغير لون معايا، وبعد كده بشيلها على طول من على النار. هشيلها دلوقتي من على النار. والحلة التانية اللي انا جبتها دي هسلق فيها المكرونة اللي انا هستخدمها للوصفة بتاعة الكفتة، لان انا هعمل مكرونة وكفتة، واللحمة المعصجة دي هعملها للوصفة تانية. حطيت بقى في المية شوية من الزيت وكمان رشة من الملح، وهسيبها لغاية لما تغلي، وبعد كده ننزل عليها بالمكرونة. هنا بقى في الطماطم بتاعتنا هحط معلقة من صلصة الطماطم كده او معجون الطماطم عشان خاطر تخليها لونها احمر كده. وهحط كمان نص معلقة صغيرة كده من هريسة الشطة. واللي مش عارف ايه هي هريسة الشطة يا بنات، دي فلفل احمر احنا بنفرمه في الكبة وبنسيبه كده بيكون سبايسي. دلوقتي بقى هعمل حاجة تانية، وهي هعمل لهم بطاطس شيبسي معايا في الوجبتين دول عشان خاطر يبقى ما حرمتهمش من حاجة يعني. هجيب بقى المكان بتاع المبشرة دي وهبشر عليها البطاطس كده عشان تطلع معايا شيبسي. وهوريكم شكلها بعد ما اخلصها. هما بطاطستين بس اللي انا هعملهم، وكمان ما حمرتهمش كلهم، انا عملت منهم على قد فطار بتاع المغرب بس. ودي شكل البطاطس بتاعتي بعد ما بشرتها. وبعد كده بقى خلصت البطاطستين، هحطهم بقى في العلبة دي وهنزل عليهم بشوية من الخل وشوية من الملح كمان. وبعد كده هحط عليها مية واسيبها لغاية لما اجي احمرها. ممكن يكون الفيديو النهاردة طول معاكم شوية يا بنات، معلش، بس احنا بقالنا فترة ما عملناش مع بعض وصفات غدا يعني، فحبيت ان انا اعمل لكم الغدا كله النهاردة. هنرجع بقى على البوتاجاز تاني. وهنا الطماطم ابتدت ان هي تتسبك، ومية المكرونة كمان استوت. نزلت بالمكرونة اللي عندي، انا حابة النهاردة ان انا اعملها اللي هي المكرونة الاقلام، اعملها بالصلصة لاني بصراحة انا بحبها والبنات كمان بيحبوا. الطماطم بتاعتي بقى بعد ما ابتدت ان هي فكت كده وابتدت ان هي تتسبك، نزلت عليها بقى بالبهارات، معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، وهحط كمان معلقة صغيرة من البصل البودر والبابريكا والبهارات المتاحة عندك يعني. وكمان هنزل بعد كده بواحدة من مرقة الدجاج. وهنزل دلوقتي بالملح. طبعا انتوا شايفين انا بحط ملح، بس انا يعني مش بعرف عيار الملح الا لما بحطه كده، والاكل الحمد لله بيطلع مظبوط يعني الحمد لله. واحده بقى من مرقه الدجاج، وهبتدي ان انا اسيبها لغايه لما تتسبك وتبقى زي الفل كده. وكمان ما تنسيش تحط لها رشه من السكر عشان الحموضه، وعشان خاطر الطماطم ما تبقاش حاميه كده على المعده وتعمل معاكي حموضه ولا اي حاجه.
دلوقتي بقى الوصفة التانية اللي احنا عملناها، هجيب بقية اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها في اول الفيديو، وهبتدي ان انا ارصها في طاجن كده. طبعا لو عندك صينية صغيرة نفس المقاس كده ممكن تعملي فيها. لو ما عندكيش عندك الطاجن ده، هنزل عليها بالمكرونة. هتقولي لي المكرونة نية من نورسين، هقول لك هتستوي، وكمان هتطلع طعمها حلو جدا جدا. هتاخد من ريحة اللحمة وهتاخد من طعم اللحمة كمان، وهيطلع شكلها في الاخر حلو جدا جدا. هجيب بقى الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت، وهنزل عليها كده حبة من الصلصة زي ما انتوا شايفين. وكمان الصلصة بس مش دي بس اللي هتسبكها، هجيب كوباية من المية المغلية كده وهنزل عليها. وبعد كده هغطيها بقى بورق فويل، او بتغطيها بغطا حلة زي اللي انا حطيته دوت، وبتدخليها الفرن، وهنشوفها بعد ما تطلع هيكون شكلها عامل ازاي. هنا بقى اللحمة بتاعتي بعد ما ابتدت ان هي اتشمعت خلاص، وقربنا على الفطار المغرب. رحت بقى جبت المية بتاعة البصل والبطاطس دي، حطيت عليها معلقة من الصلصة، وجبت بقى الصينية اللي انا هرص فيها الكفتة بتاعتي. وهنبتدي بقى نعصج يعني نعمل الكفتة مع بعض صوابع كده، ونعملها الاشكال بقى اللي تعجبك زي ما انت عايزة. بحط ايدي بس في المية بتاعة البصل والطماطم ديت، وبعد كده باخد حتة من الكفتة وبعملها. طبعا تقدري ان انت تحمريها في الزيت لو حابة، مش عايزة تحطيها في الفرن يعني. بس عشان خاطر تحمريها في الزيت هتزوديها بس معلقة تانية من البقسماط عشان تبقى ماسكة نفسها جامد معاكي وما تفكش منك في الزيت. تمام. لكن لو هتعمليها زي ما انا هعملها كده في صينية او حاجة وتحطيها في الفرن، هتبتدي ان انت تعمليها على طول بنفس المكونات اللي احنا عملناها مع بعض. ده بقى عملتها على شكل زي اقراص كده او زي الهمبرجر. وبعد كده هبتدي ان انا اعملهم مع بعض كده. هي عملت معايا 2 4 6 7 8 9، عملت معايا في حدود 14 واحدة كده. هبتدي بقى ان انا بالمية بتاعت الطماطم والبصل زودتها بس معلقة من الزيت، وابتديت ان انا ادهن بقى وش الكفتة كده عشان يديها شكل حلو كده، وكمان يديها لون حلو لما تتحمر من على الوش. هروح ادخلها الفرن، وبعد كده هنشوف عملنا ايه. بقية الصلصة هنزلها على المكرونة اللي انا سلقتها، ودي هتكون الوصفة التانية. هتقولي لي انت عاملة في الاتنين مكرونة. هقولك عشان مش كله بيحب اللي هي الطاجن اللي بيبقى فيها لحمة مفرومة، وانا حبيت ان انا اعمل ده وده عشان خاطر كل واحد ياكل بقى ايه اللي يعجبه واللي هو عايزه يعني. وفي نفس الوقت بيكون غدا اقتصادي، وبربع كيلو لحمة عملنا وصفتين. ممكن يكونوا الوصفتين شبه بعض، بس بجد كانت حلوة جدا، وكان في اختلاف كمان في الطعم من ناحية الاتنين. دلوقتي بقى هحمر الشيبسي بتاعي في طاسة كده فيها زيت لغاية لما سخن، وابتديت ان انا انزل بالبطاطس عشان احمرها. وطاجن المكرونة طلع معايا من الفرن، بس انا سبته على البوتاجاز اهو على جنب عشان بس يهدى شوية قبل ما اقلبه. وكمان كان فاضل يعني في حدود 10 دقايق ولا حاجة على اذان المغرب، فسيبته عشان يفضل سخن زي ما هو. هبتدي بقى ان انا احمر البطاطس بتاعتي واوريكم شكلها بعد ما اتحمرت. انا ما حمرتش البطاطس كلها، انا عملت بس طبق على قد الفطار بتاع المغرب، وسبت الباقي عشان خاطر لو عوزناه بقى على السحور او تاني يوم. وده شكل الغدا بتاعنا بعد ما خلص. ادي الكفتة، ودي طاجن المكرونة بعد ما قلبته هناك اهو، وكمان العصير بتاع الفطار والشيبسي، وكمان دي الكفتة بشكلها، وادي دي المكرونة. اتمنى تكون عجبتكم وتجربوا الوصفة النهاردة وتكون خفيفة عليكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. مع الف سلامة.